وونش لطش فتون بالقلم في الشارع. نهار ابوه اسود. وانش مين؟ وانش بتاعنا، انت متاكده؟ اه، وكان عايز يسحبها على البيت كمان، وبتقول ان لسانه كان تقيل وعينيه زايغه، شكله كان مبرشم. هو طلع لها كده من باب للطاق ولطشها؟ مستحيل. أهو النعمة الشريفة ضربني بالقلم. أيوة أنا هكدب يعني؟ عيني عليا، ما أنا جوزي في السجن، ما عنديش راجل. ما الواد مسورك وانت نازله من العربيه يا فتون. هي قصة، ما قلت لك ابن خالد غنوة صاحبتي. الله، أنت عايز مني إيه يا راجل؟ نتفق على إيه؟ انا دلوقتي لو نزلت قدام الحاره كلها وقلت البيت ده يخصني هيقولوا لي بأمارة ايه؟ بأمارة إيه يعني إيه؟ بأمارة إنك ابن عم جوزي اللي في السجن. هو في أمر أكتر من كده؟ ما هو راشد برضو عنده حق يا فتون، انت لازم تلمي نفسك شويه بدل ما كلب تاني يتطاول عليكي زي ما ونش عمل. الله الله الله، ده انتوا بقيتوا زي العصافير اهو، بتغنوا وتردوا على بعض. هي كلمه ملهاش تاني. عسلية من دلوقتي تبقى خطيبتي ورسمي، وبعد كده نبقى نتفق على الجواز. انا موافق بس بشرط. شروطي؟ تاخد لي حقي من الواد ده. وانش خلاص اتذبح. نطط على حريم علي روي يا ابن الجزمه. تضربني عشان البنت دي يا راشد؟ تعالى وحياة رافي لو جبت سيرة أهل بيت علي تاني اللي هم أهل بيت دلوقتي هقطع لك لسانك والكلام للكل. فاكرني بهتك يا؟ أنت عارف أنا ما قطعتش شهادتك ليه؟ عشان العيش والملح، وعشان أنت كنت مبرشم ساعتها، فكفاية عليك كده. اللي جاية مش هتبقى في وشك. سامعين؟